ايوه يا دكتور اسماعيل، حددت الراجل اللي هنسرق منه كده. تمام. طب ابعت لي صورته وعنوانه ومعاليك من البيت. احنا خلاص هتسيبنا وتمشي يا حاج عبده. والله انا مش بايدي يا ابو عاطف، انا هروح البلد تاني يوم وارجع على طول. تروح وتيجي بالسلامة يا عم عبده، وما تنساش الفطير الحلو بتاع البلد. عينيا ليك يا عاطف، وانت يا رزة مش عايز حاجة من البلد. انت عايز ايه؟ الشوكولاتة الجلابس اللي انت بتحبها يا رزة. عينيا ليك يا رزة. شكرا يا عم عبده. يلا انا هروح الم شنطي واتوكل على الله. سلام عليكم. توصل بالسلامة يا حاج عبده. ايوه يا دكتور اسماعيل، بص تحت ايدي دلوقتي تعليمات. قوم اقعد يا رز اشوف مين على الباب. حاضر. الحالي يا ابو عاطف، الحالي يا ابو عاطف. يا نهار مش فايت، ايه اللي جرالك يا حاج عبده؟ سرقوا كليتي ورموني في الشارع يا ابو عاطف. مين دول اللي عملوا كده؟ انا نهارهم مش فايت. يعني ما شفتش حد فيهم ولا اي علامه فيهم؟ لا ما ادونيش فرصه خالص. كانوا باطين وشوشهم يا عاطف. بس في حاجه ايه يا عبد؟ انا سمعتهم بيقولوا لبعض الدكش كده عمل اللي عليه، اديله واحد حسابه. ايه ده؟ وانتوا تعرفوه؟ اللي اعرفه اعتبر كليتك في جيبك ولا ايه يا عبد؟ طب وانت ناوي على ايه يا حاج؟ ما كنت ناوي على ايه يعني؟ هقطع وابيع قطع غيار. يلا بينا. ياه، لو كل يوم كلي من دي ده الواحد هيبقى مليونير. طب اللي على الباب اصبر جاي لك اهو. مفاجأة مش كده؟ ايه ابو عاطف؟ بقى هو ده اللي سرق كليتي. الشحم واللحم مش عايز اقول لك ابويا عمل ايه عشان يجيبهولك. ايه رايك يا حاج عبده في المفاجأة دي؟ كتر عينك خيرك يا ابو عاطف. انتوا عملتوا فيا ايه؟ فكوني. هو احنا لسه عملنا فيك حاجه؟ ما انت تسرق كليتي. احنا ما